بتهرب من الرد وقام بيلعب مع ولاده في حوض السباحة، وأثناء ما ماريا بتقرأ في كتاب بتستغرب إنه في رياح وهروب للطيور، وفجأة بتيجي موجة ضخمة من التسونامي وبتهجم عليهم. وهنري بياخد توماس وسايمون وبيحاول يتفادى الأمواج، وماريا بتشوفهم وتنرعب وتنادي لوكاس اللي بيكون بيسبح لوحده وبتجرفه الأمواج، والأمواج بتدمر كل المنتجع. وبنشوف ماريا بتمسك بشجرة كبيرة وبتصرخ عشان أي حد يساعدها، وبتلمح لوكاس وبتسيب الشجرة وتروح باتجاه لوكاس اللي بيصرخ عشان تنقذه. وهي بتحاول تنقذه اتخبطت بأغصان شجرة واتجرحت رجلها. وهنا لوكاس طلع فوق مرتبة وطلعت ماريا من الجانب التاني وهي بتحاول تمسك ايده، فعمود الكهرباء فرقهم عن بعض. وبتشوف ماريا ان في موجة تانية لتسونامي، وبتصرخ ماريا وبتقول للوكاس ينزل تحت عشان يتفادى الأمواج. وبينجح لوكاس وبيمسك في عمود الكهرباء ويدور على والدته اللي جرفتها الأمواج.